نسبة كبيرة من البنات المهم نقدروا نوصلوا حتى 90% الا هضرتي معاها كتقول لك خطبوني 10 وما قبلتش، خطبني بيلوت وما بغيتوش، هذا حقك يكمي، هذا ما خدامش، هذا كذا هذا كذا. وكل شويه غتعاود لك على دري، هذا ولد عمي باغي يخطبني ولكن ما عجبنيش، واحد الدري راسك صاحبتي نعطيه النمره ديالي قالك عجبتو، هذا باغي يتصاحب معايا والو عييت باش نقنعو انني ما كنتصاحبش وما كنتفلاش، والعديد من القصص المحبوكه جيدا وباتقان من طرف البنات. المهم اجي نحاول نفهموا علاش في الغالب البنات كيحاولوا يخرجوا هذا الكذوب بكل بساطه، حيت بهذه الطريقه غتبين لك المهم شكون ما كنتي صديقه ولا كنتي كيف ما كان ولو ما تكونش معجبه بك، خصها تبين لك راه عرام ديال الدراري كيموتوا عليها، زعما بالعربيه تعرف تشوف كيدير ولا راه غيطيروا بيا. بعباره اخرى كدير القيمه لراسها وكتبين لك راها ملاك وراها مطلوبه من شحال من واحد وعندها واحد المكانه في شكل. حيت للاسف صراحه واحد النسبه كبيره ديال الدراري الا ما قالتش لهم البنت راه فايت ليها تخطبات ولا شحال من واحد باغيها، كيقول باينه هاد البنت ربما فيها شي مشكل ولا معقده، دونك هذا هو السبب اللي خلاه واقيلا حتى واحد ما مهتم بها وحتى واحد ما تسوق ليها وحتى واحد ما فايت له خطبه. وهي الصراحه لا، ماشي البنت اللي عمر شي واحد خطبها راه ناقصه ولا فيها شي مشكل، بالعكس غير مع المكتب وصف. ممكن ما تلاقاتش مع اللي يشوفها وتعجبه ويكون ناوي المعقول ويجي للدار، كتلاقى مسكينه غير مع اللي كيتفلو. وانا الصراحه غادي نوقف شويه حيت بزاف ديال الدراري كيضحكوا وكيضيعوا الوقت صافي كيبغيو غير يتفلاو غير هكذاك، ما ها هو شاد مع 10 ديال البنات ما غيبغي حتى وحده فيهم، غير مدوز الوقت. هادوك البنات كاملين كياخذوا عليه واحد النظره خايبه باللي جميع الدراري كيتفلاو صافي، وكتبقى هكذاك. ما انت استفدتي حتى شي حاجه، ما انت شديتي الطريق مع وحده، ما انت خليتيهم في التقار، شنو الفائده؟ ما عندها حتى شي معنى. نرجعوا للموضوع. وحتى هذيك اللي كل مره كيجيو فيها الخطاب راه ماشي ضروري راه مالك، ممكن يعجباتهم فقط بالمظهر ديالها، راه ماشي اللي كتشوفها مثلا من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه ولا من القرايه راه صافي مشكل راه مزيانه، اولا اللي متحجبه راه مزيانه، وبين قوسين ما كنضربش المتحجبات، ولكن المظهر ماشي هو كلشي. راه كاينه اللي غتلقاها ناضيه في المظهر ديالها في شكل ولكن ما كتسواش، وكاين اللي العكس. كاين البنات راه ما كيديروا لا درا لا والو ولباسهم محترم، الهضره والله لا هضرات معاك هكذاك عندها قناعه. الصراحه البنات هاد الطريقه خدامه، غير كملوا. علاش؟ حيت اغلبيه الدراري نيتهم ناقصه، ولكن نقصوا شويه في الفخرات. راه كتجيبوا شي قصص راه بشكل كنسمع كنبقى نضحك كنقول غير الله يكمل بخير، ونجي نعاود لكم زعما القصص اللي كنسمع راه تبقاو تضحكوا من دابا حتى العيد الصغير العام الجاي. كاين اللي غتقول لي لا انا ما كنديرش هكا، واخ اجي نحللوا غير بشويه. نقول لك لا اختي، حيت حتى في ديك اللحظه اللي كيجي عندك شي دري وناوي المعقول بصح وما كيعجبكش، شنو كتقول له؟ اسمح لي خويا مخطوبه، علاش ما جيتيش نيشان؟ يلا حقا غادي تجرحيه. ما كاينش غير الكلمه ديال المخطوبه، ما كاينش غير هذه، وماشي ضروري غتقولوا ما عجبتينيش. كاين واحد الحل بسيط اخويا، مازال ما كنفكر في الزواج، اولا شوفي الصفات اللي في داك الدري وعطيه النقيض ديالهم. انا بغيت واحد الدري فيه العكس اللي فيك انت. مثلا جاك واحد الدري شلح، قول له انا ما بغيتش الشلوح، انا بغيت شي واحد يكون بحالي، يكون غربي بحالي. جاك شي واحد غربي قول له انا بغيت شي واحد يكون طويل. واش انت طويل؟ لا. المهم عطيه شي حاجه اللي ما فيهش، ماشي ترفضيه وفي نفس الوقت ماشي تكذبي عليه. راني مخطوبه، ما حتى راه باينه، راه والله الا باينه، راه اللحظه اللي كتقول له انا مخطوبه ولا شي حاجه. واش حنا كنبانوا لكم مكلخين زعما؟ الدراري ما كيفهموش، راه عندنا واحد النسبه زعما ديال الذكاء كنفكروا. يعني شويه ديال الجديه كتنفع. للاسف قليل يعني من الدراري والبنات اللي ما كيتفلاوش، والله واحد النسبه قليله بزاف، ولكن النسبه راه من النخبه ديال البشر.